والله العظيم شايل حشيش تحت الكرسي. انت اتمسكت في كمين وكنت عملت ايه؟ ماشي من غير رخص ولا ماشي من غير نمر ولا عملت ايه بالظبط؟ قدامك اختيارين. الجنيه ده يا هيجوزك يا هتجيب بيه موتوسيكل، تختار ايه؟ بس يا جماعه خلاص لم لي الكمين. في سؤال هنساله والسؤال ده هيبقى ثابت في كل الحلقات لغايه لما نلاقي احسن اجابه ليه. ماشي على سرعه 200 220 وفجاه لقيت بقعه زيت وحادثه قفلت الطريق بالعرض زي فاينل ديستنيشن كده، عربيه نص نقل كسرت الطريق بالعرض وبقعه زيت قدامك والدنيا بتمطر وفي عربيات كابسه وراك. السؤال ده يبقى اجابته مفتوحه لغايه ما السلسله تخلص. ماشي على 260 وقعت على الدائري ولقيت عربيه داخله بالعرض خدت السكوتر وطلعت بيه فوق الرصيف، فزحفت في الارض لغايه ما قمت لابس فيه. دي الحلقه الثانيه من السلسله اللي احنا قلنا كل فيديو هنعمل 3 اسئله، بس طبعا اكتشفنا ان احنا 3 اسئله مش الحلقه تبقى طويله قوي، فده السؤال الثاني عملناه في حلقه ثانيه بقى. ايه السؤال يا اياد؟ السؤال زياد؟ هو زياد السؤال هو تتجوز ولا الفلوس دي تجيب بيها موتوسيكل؟ ده طب السؤال. انا بصراحه في فتره ما جبت موتوسيكل، جبت موتوسيكل ياباني وبتاع، وقعدت فتره وبعد كده خلاص يعني استمتعت بيه وعشت التجربه، بعد كده اتجوزت. يعني لو انت قدامك اختيارين، الجنيه ده يا هيجوزك يا هتجيب بيه موتوسيكل، تختار ايه؟ اختار ان انا اجيب الموتوسيكل، لان انا لو ما جبتش الموتوسيكل واتجوزت مش هجيب موتوسيكل بعدها، او هتبقى عندك responsibilities responsibilities هيبقى عندك مسؤوليات، ماشي. فالمسؤوليات دي هتخليك ان انت مركز اكتر في البيت يعني. مش هجيب موتوسيكل وهتبقى خايف بقى ان انت تجري بقى والحاجات دي. بس انا عندي بقى ايه حته في السؤال ده جامده قوي. ايه ما هو السؤال ده على حسب، ما هو لو انا مرتبط العاطفه تاخدني برضو اللي انا مرتبط بيها احب ان انا نتجوز ونخلص. هو السؤال بقى المفروض يجي منين؟ لو انت معاك جنيه تتجوز وتجيب موتوسيكل؟ الراجل المعايز لو في حاله ان انت مش مرتبط او مثلا مش منمر على حد، فاهم؟ لو انت لسه على البر كده اهو مش متعلق بحد، فاتجوز واجيب موتوسيكل. ففعلا يعني. ايوه جاوب. اجاوب. طب انت اجابتك تمشي مع السؤال اللي انا سالته؟ نفس الفكره برضه. وحتى على فكره لو مرتبط برضه ولسه مثلا في الاول انت ممكن تجيبه فتره مثلا كام شهر تستمتع بيه وتاخد التجربه وبعد كده تبيعه وتتجوز، يعني مش قصه. لو انت بني ادم سوي وفاهم ان الحياه مش هتاخد كل حاجه في نفس الوقت هتتقبل ده. يعني انت شايف ان الواحد يجيب موتوسيكل ينبسط شويه ويبيعه ويروح يتجوز؟ لو ما ماتش. سؤال ليك يا معاذ. ما تسال، ما ترد انت الاول. لا انت الاول. انا حاسس ان انت عندك اجابه فظيعه في الحوار ده. بص، هو انا الصراحه السؤال لما اتقال قلت لهم ده سؤال سطحي قوي، بس انا برضو ما اعرفش اللي هو انا مش عارف اقول ايه. بس معلش عنده مشاكل، خدوا على قد عقل. مش في كازيات. انت معاك دلوقتي مليون جنيه مقفوله، شنطه بلاستيك. معكش 200,000 جنيه سنه. معاك مليون جنيه كده. مليون جنيه دي هتجيب لك ريسمو، مش هنقول حاجه واو يعني، ان في حاجات دلوقتي ب 2 مليون وبتاع. كي تي ام سوبر ديوك. هتجيب لك حاجه يعني فوق المتوسطه بكتير في عالم الياباني. ماشي. مش هتجيب لك حاجه 2025 يعني، عشان تجيب حاجه 2025 عايز 2 مليون جنيه بس. هتجيب لك حاجه حلوه، حاجه رايقه ياباني، تمام. وفي نفس الوقت المليون جنيه دي ممكن تلم بيها جواز. ماشي خلاص. وخلينا نقول ان مفيش اوبشن ان انت تقولها هجيب بنص مليون جنيه موتوسيكل واجيب بنص مليون جنيه عروسه. لا، هو انت الموتوسيكل اللي انت منمر عليه بمليون جنيه والعروسه اللي انت منمر عليها بمليون جنيه. بس كده. تختار ايه؟ ما احنا قلنا بقى انا هرد على السؤال ده من قبل ما انمر، فطالما مش منمر فهجيب موتوسيكل. لا لو انت منمر بقى. لو منمر ما دام هتشوف الفيديو ده خلي بالك. افتكر ان انت متجوز وهتروح متاخر. بص انا غالبا هشتري موتوسيكل. اوبا. بس في خطه هتبقى من تحت الترابيزه ان انا اتجوز بعدها يعني هسنجف بقى بكلمتين. انت ممكن تشتري موتوسيكل وتقول لها ما هو ثانيه خلي بالك الكلام ده ما ينفعش. كان عندك معلومه الموتوسيكلات هتغلى كده على السوشيال ميديا. لا كان عندك معلومه الموتوسيكلات هتغلى، فده استثمار. ممكن، فاهم؟ فانت هتشتريه بمليون وتبيعه بمليون. ممكن اجيب موتوسيكل اشتغل بيه اوبر. موتوسيكل ياباني بمليون جنيه اشتغل بيه اوبر. محدش عارف حاجه بقى. وبتقول على زياد دماغه تعبان. ماشي. المهم السؤال صعب. طب انت ايه السؤال اللي بعده؟ ايه السؤال اللي بعده؟ جاوب على السؤال بتاعي. ايه هو؟ انت اتمسكت في كمين وكنت عملت ايه؟ ماشي من غير رخص ولا ماشي من غير نمر ولا عملت ايه بالظبط؟ وعملت ايه عشان تخرج؟ اقسم بالله انا اسوأ الاوقات اللي ماشي فيها وممكن يطلع 3 كده اهو في الكمين، الحمد لله ما بتقفش.
يعني مره كنت ماشي موتوسيكل جواب في منطقه هنا، موتوسيكل جواب انا ماشي من غير نمر، كان في لجنه في شارع ضيق، شارع اللي هو ايه ياخد عربيه، اقسم ما بالله. بتحصلش. دي حاجه مستحيل، ما اللي هو انتوا جيتوا منين؟ ومفيش بقى ان انا الف وارجع، اللي هو انا كده اهو ظهروا قدامي، بس انا لابس خوذه وشكل كويس وبتاع. اقسم بالله الموتوسيكل اللي قدامي يعني قال له اركن على جنب، قام بص لي كده اهو ومسابني عديت. عادي. انا عديت كده، قمت نايم على الارض كده اهو الحمد لله. بس وانت اسمه ايه ده؟ انا ما جاوبتش على سؤال اتجوز ولا تجيب موتوسيكل. هاجر. بص يا جماعه، طالما صنادة سال سؤال اعرف ان هو عنده الاجابه المخضرمه اللي محدش لا ولا يعرفها. مخضرمه ولا نيله، كان نفع نفسه. قول طيب. انا شايف ان الموضوع ده على حسب احتياجك. احتياجك رايح فين ونفذ. بس يعني اوفرول لو انت مش ناضج كفايه ان انت ما تزعلوش مني، هو الموتوسيكل في الاول وفي الاخر حته حديده. لو انت مش ناضج كفايه شايف حته الحديده بتساويها ببني ادم هتعيش معاه ويبقى فيه عيش وملح وفيه اطفال، يبقى اجابه السؤال ده مش ليك. هو بيحط علينا وزياد صح؟ غالبا يعني احنا خدنا الصراحه معمل وجابلنا نجاوب عليه، وهو في الاخر عنده رد محنيك. مش انا كل ما نيجي نخرج من السؤال يعني هو يقول له هعمل مش عارف، يقول له لا هي بمليون جنيه وهو الموتوسيكل ده يا عم يا لا. هو بقى اقول اللي يساوي مش عارف ايه بايه يبقى شخصيه بنت 60 70 تطلع له 20 يعني. مش فاهم السؤال كان كمين يا جماعه. طب جاوب على سؤال الكمين. سؤال الكمين كمين اوكي. كان في واحد صاحبي متخلف بقى له موتوسيكلي ومعلمه سواقه ومعايا موتوسيكل تاني. كنا رايحين نجيب صاحبي ده من المطار. تمام. يلا نروح، الموتوسيكلات مترخصه وانا معايا رخصتين الموتوسيكل وهو معاه رخصه، والموتوسيكل لسه باسمي ما كناش نقلناه. فرايحين المطار، هو مودينا المطار نجيب صاحبته. فداخلين المطار. معلش بس عندي سؤال. ايه قول. هو راح يجيب صاحبته بموتوسيكل؟ ما هي في عربيه هناك يعني هيقابلها ويساعدها في تنزيل الشنط وبتاع وكده. ما علينا يعني. المهم داخلين، فالظابط بتاع المطار وقفنا وابتدى يرخم علينا واستنوا هنعمل استعلام امني ومش عارف ايه وبتاع وكده. انا ورقي مظبوط والدنيا تمام، فرحت ابتديت بقى ايه لا وازاي وتعاملنا كده وهل بقى وعملت شو يعني مع ظابط المطار. مش شبحانه مني والله ولا حاجه، عايز نخلص. عايز اخلص وفي نفس الوقت انا ورقي مظبوط ورخصي مظبوطه والدنيا تمام. والتاني عمال يعمل لي بس يا سميد بس يا سميد بس يا سميد. اقول له لم الدنيا ليه، هو احنا غلطانين في حاجه؟ احنا زي الفل. هو مش معاه رخصه؟ لا معاه رخصه. بس يا سميده بس يا سميده بس يا اتاري الباشا شايل حشيش تحت الكرسي. والله العظيم شايل حشيش تحت الكرسي اقسم بالله. وانا طبعا ما اعرفش المعلومه، فانا بقلبي جامد بقى داخل بقى ولا وانت ازاي تعمل استعلام امني؟ هو احنا الموتوسيكل لسه ما نقلتوش باسمه. وباسم انا. فهو لو باسمه يعني انت بقى اركن بقى بالحشيش بتاعك. الموتوسيكلين باسمي تمام. وانا بقى شكلنا مش ولاد ناس، ده احنا لابسين سيفتي. كان ساعتها مفيش في مصر حد لابس سيفتي في السميده تقريبا. والله شكلنا مش ولاد ناس، استعلام امني ليه؟ وانا شكلي حرامي؟ وانا لو حرامي هاجي اخش المطار واتكلم بقى وبتاع. التاني يقول لي بس يا سميده بس يا سميده، وانا بس سيبني بقى لا ومش عارف ايه. في الاخر طلع حاطط حشيش تحت الكرسي. طب مين اللي عرف ان في حشيش تحت الكرسي؟ احنا بعد ما عدينا هو قال لي بقول له انت مش الظابط. انا بعد ما عدينا بقول له هو انت في ايه، احنا على حق؟ قال لي لا ما في حشيش تحت الكرسي بس. خش يا حاج. انت هتضحكوا جدا على الموقف ده تمام. فكان عندي 19 سنه بجد يعني ساذج جدا. ساعه الحادثه اللي فاتت لما انت لسه ساذج على فكره. انا لسه ساذج. ساعه الحادثه اللي فاتت لما الراجل الاقرع الطويل خد شنطتي ومشي، كان الشنطه فيها البطاقه والرخصتين تمام. فانا عملت ايه؟ شغلت مخي، قلت انا هطبع صور الحاجات دي وامشي بيها. ايوه كمل. فانا جامعتي كانت في التجمع، كنت بعدي كل يوم على الكمين بتاع اكاديميه الشرطه، ده كمين اصلا جامد. فالمهم ايه، داخل على الكمين. انت كنت راكب ايه؟ كان معايا سكوتر اس واي ام اس ار. فداخل على الكمين ولابس الخوذه وبتاع، فلقيت الظابط، هو ظابط كان ظابط ما كانش امين، قال لي رخصك. قلت له ثانيه واحده حاضر. المهم ايه، وقفت فتحت الشنطه فيها ورق كتير، المهم طلعت له ورقه فيها الرخصه. فقال لي ايه ده؟ قلت له حضرتك الرخصه. فقال لي ببراءه كده وريني رخصتك انت. فالمهم ايه، قلت له ثانيه واحده.
طلعت ورقه ابيض واسود، فاهم؟ فيها الايه؟ رخصتي. قال لي ده انت جميل قوي، هات بطاقتك. قلت له ثانيه واحده. طلعت له الورقه الثالثه فيها صوره بطاقتي. قال لي تعالى اركن بقى. قلت لي بقى على جنب. انت عسل ويومك اسود. بس يا جماعه خلاص لم لي الكمين. جبرت. المهم ايه، ركنت ماشي لي بزيروكس. ركنت ونزلت. قال لي تعالى اقعد. هو بجد كان محترم جدا، قعدني على كرسي. هو واقع شافني غلبان جدا. قال لي انت ايه قال لي انت ايه اللي انت ماشي بيه ده؟ قلت له حضرتك والله عملت حادثه، ودي صور الحادثه اهي. وبعد كده ما كنتش عارف اعمل ايه، رحت طلعت الصور دي ورحت الاسم وادي المحضر وبتاع بتاع الحد ده. قال لي يا حبيبي المحضر ده يمشيك تقريبا مش عارف كان اسبوع او 14 يوم. قال لي انت بقالك 4 شهور مش 4 شهور طول حياتي امشي بقى طول مش 4 حياتي. شهور من غير ما تعمل الحاجات دي. ايه مش 4 شهور من غير ما تعمل الحاجات دي. ايه مش 4 شهور من غير ما تعمل الحاجات دي. فالمهم قال لي انت معاك اي اثبات عشان ما احبسكش؟ ما هو انا الموتوسيكل اللي انا حكيت عليه من شويه ده كان بعد 4 شهور من غير نمر. قال لي انت معاك اي اثبات لي انت بني ادم؟ قلت له بص انا معاك كارنيه جامعه. قال لي حلو هاته. هو اديته له. ما طلعتلوش ورقه كارنيه؟ لا قال لي تروح تجيب لي فلوس للمخالفات دي، وانا همشيك المره دي، مش هسحب منك مش هكبر لي الموضوعين، بس حرر لي يعني كذا مخالفه. شاف ساعتها دفعت 600 جنيه في 2019، كان رقم كبير جدا يعني. اداك السكوتر؟ صراحه كان محترم جدا. قال لي تروح على طول تخرج بس عوارك في 600 جنيه. بس لا انا كنت يعني انت متخيل كده محترم موقف يعني. كوميدي والله. ده انا قلت هياخدني انا والديسكول. لو واحد تاني ياخد زياد لا حط يعملوا مطب حد يعمل السكوت. لا وانا اقول له ايه ثانيه اكلم لك بابا. يقول لي بابا ايه ده؟ لو هو في عند الدوله. لو وزير الداخليه. ماشي